فيكم أحسن إليكم. أبو عبد الملك يقول: من دخل المسجد وأدى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وقد أدى الركعة الأولى، ماذا يجب عليه؟ هل يتمها سريعا؟ هل يقطع الصلاة عندنا مسألتان. المسألة الأولى التي سألها أنها أصالة في إدراك تكبيرة الإحرام. نعم. متى يعد الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام؟ والجواب أن الإنسان يعد مدركا لتكبيرة الإحرام عندما يكون في المسجد وقت تكبيرة الإمام للإحرام. في المسجد. نعم. حتى ولو كان عند باب المسجد داخلا وكان بين باب المسجد ومقر الصلاة مسافة بعيدة، فهذا يعد مدركا لتكبيرة الإحرام، لأنه لا يلزم أن يكون قد صف أو كان معهم في صفوف الصلاة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمن أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن ثم فإذا دخل الإنسان المسجد لا يجوز له أن يبتدئ نافلة والإمام أو والمؤذن قد أقام الصلاة، لكن لو قدر أنه ابتدأ بالصلاة ولم يبق منها إلا القليل كأقل من الركعة فحينئذ يتمها خفيفة. وأما إذا كان بقي أكثر من ركعة فقد اختلف العلماء، فمنهم من يأمره بقطعها ومنهم من يجيز له إكمالها، ولعل الأظهر أنه يقطع الصلاة، لأن الأصل في قوله لا صلاة أن تكون عامة فتشمل الصلاة المبتدأة والصلاة المكملة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. مع الشيخ نستأذنكم ونستأذن الأخوة